في سنة 2019 في مدينة صغيرة كان في موظف اسمه خالد شغال في بنك. حياته كانت عادية جدا، شغل، بيت، نوم. لكن في يوم استلم مكالمة غريبة من رقم مجهول. المتصل قال له: أنت لازم تاخد بالك، في حد من أقرب الناس ليك بيخون ثقتك، وخلال أيام هتشوف بنفسك. خالد توتر جدا، والمكالمة ما تكررتش، لكنه بدأ يركز في كل الناس اللي حواليه، أصحابه، زملائه في البنك، حتى مراته. بدأ يشك في الكل. بعد يومين حصلت مفاجأة. في البنك اكتشفوا إن في عملية اختلاس كبيرة بتحصل بذكاء شديد، والمبلغ اللي اختفى كان ملايين. الإدارة شكت في خالد لأنه كان آخر واحد راجع الحسابات. خالد دخل في دوامة، هو مظلوم، لكن الأدلة كلها ضده. المكالمة اللي جت له بقت لغز. هل اللي اتصل كان عارف ولا كان بيلعب بيه؟ المثير إن بعد التحقيقات اتضح إن أقرب صديق لخالد في البنك هو اللي كان وراء الاختلاس، وكان بيخطط يوقع خالد مكانه. لكن خالد افتكر المكالمة وقدر يستخدمها كدليل إن في طرف ثالث كان عارف باللي بيحصل، وده فتح باب التحقيق أوسع لحد ما نكشف الموضوع.